سنة 1954 بلدة بلينفيلد كانت لسه هادية زي ما هي، بلدة صغيرة والناس كلها تعرف بعض وأي غريب بيتشاف من بعيد. بس الهدوء ده كان بيخفي جواه كابوس على شكل راجل اسمه إيد. في الوقت ده إيد كان بيدخل المحلات الصغيرة ويتكلم مع الناس، خصوصا الستات الكبار في السن اللي دايما بيذكروه بأمه. واحدة منهم كانت اسمها ماري هوجن، ست عندها حانة صغيرة في البلدة ولسانها طويل شوية. كانت دايما تضحك وتتكلم بصوت عالي، وإد كان دايما بيزورها كتير يقعد يسمعها وهي بتحكي، بس جواه كان في حاجة بتغلي. كل كلمة منها كانت بتحرك في دماغه صورة أمه وهي بتقوله إن الستات دول خطيئة بتمشي على الأرض. في يوم من الأيام ماري اختفت ومفيش أي أثر ليها ولا حتى نقطة دم واحدة في المكان. كل اللي كان موجود طلقة فاضية بس على الأرض. الناس افتكروا إنها سابت البلدة وهربت، لكن إد كان راجع بيته بهدوء وشايل الجثة. فضل الموضوع كده سنين لحد ما جت سنة 1957، وفي يوم 16 نوفمبر حصلت الكارثة التانية. في اليوم ده واحدة اسمها بيرنس ووردن كانت صاحبة محل أدوات صيد في بلينفيلد. كانت ست محترمة والكل بيحبها. ابنها كان ضابط شرطة، وده اللي هيقلب الدنيا كلها بعد شوية. بيرنس كانت آخر واحدة شافها إد في المحل. قال لها إنه راجع يشتري سائل مضاد للتجمد، وساعتها محدش شافه تاني هناك. وفي اليوم ده المحل اتقفل وما اتفتحش من تاني. وابنها راح يشوفها ولقى منظر مرعب، بقعة دم كبيرة جدا على الأرض وآثار سحب بتخرج من الباب الخلفي. في سجل المبيعات آخر اسم كان مكتوب إد جين. الشرطة راحت على طول لمزرعة إد، بس اللي شافوه هناك محدش منهم نسيه طول حياته. البيت كان شبه فيلم رعب حقيقي، الظلمة، الريحة، العفن والغبار، وكل حاجة مرمية من غير ترتيب. بدأوا يفتشوا لحد ما وصلوا للحظيرة، وهناك كانت بيرنس ووردن متعلقة من رجلها زي الحيوانات، وجسمها متقطع بالطريقة اللي بيعملوها الصيادين لما بيجهزوا الغزلان. المنظر خلى العساكر نفسهم يخرجوا يتنفسوا، بس اللي جوه البيت كان أبشع بكتير. كان أساس معمول من عظم وجلد بني آدمين، وكراسي متغطية بجلد بشري، ووشوش حقيقية متعلقة على الحيطان كأنها أقنعة، وصندوق فيه جماجم وحاجات تانية ملهاش وصف غير جحيم بلينفيلد. الشرطة ما كانتش مصدقة إن كل ده عمله راجل واحد بس إيد وقتها كان قاعد بهدوء ووشه عادي جدا وبيجاوب على الأسئلة بمنتهى البرود، كأن اللي حواليه ده كله طبيعي. لما الشرطة قبضت على إيد كان شكله هادي بشكل غريب، ومفيش أي علامات خوف ولا مقاومة ولا حتى أي ندم. سألوه عن بيرنس ووردن وقال بمنتهى البساطة هي في البيت جوه الحظيرة، كأنه كان بيتكلم بالظبط عن شنطة ضايعة مش جثة آدمية. التحقيق بدأ فورا، والضباط كانوا متأكدين إنهم قدام قاتل متسلسل، بس محدش كان متخيل إن اللي هيقوله إد بعد كده هيكون بالشكل ده. في الأول إد أنكر إنه قتل ماري هوجن أو بيرنس ووردن، بس بعد شوية بدأ يتكلم أكتر، وقالوا إنه فعلا كان بيروح المقابر بعد ما أمه ماتت يحفر القبور ويطلع الجثث، بس مش عشان يسرق دهب أو حاجات، لأ، كان بيحاول يحيي أمه من تاني. وقال بالنص كنت بحاول أعملها تاني، كنت بحاول أرجعها للحياة. المحققين سكتوا ومكانوش مصدقين اللي هم بيسمعوه، وبدأ يحكي إنه كان بياخد جثث ستات شكلهم يشبه أمه ويقطع أجزاء منهم ويعمل منها لبس، جلد، صدر، وش، وكل حاجة عشان يلبسها بالليل ويحس إنه بقى أمه. يعني إيد كان عايز يبقى أمه بنفسه، يتحول ليها حرفيا. ودي من أبشع الحالات النفسية اللي اتسجلت في التاريخ، والحالة النفسية دي اسمها اضطراب الهوية المرتبط بالفقد، بس في حالته اتحولت لهوس وجنون كامل. أول ما سمعوا الاعترافات دي جابوا دكاترة نفسيين يفحصوه، قالوا إنه بيعاني من انفصام ذهاني وهلاوس سمعية، وإنه مش مدرك تماما الفرق بين الحقيقة والخيال. وبالفعل
لما واجهوه بكل الأدلة، الجثث والصور والحاجات اللي لابسة جلد بشري، ما كانش بيحس بالرعب. كان بيبص حواليه كأنه بيشوف حاجات الناس مش شايفينها. وقال كمان إنه كان بيسمع صوت أمه كل يوم بتأمره يعمل حاجات عشان يطهر العالم من الشر. القضية دي خدت اهتمام إعلامي مرعب. الصحف كانت بتحط صور البيت وعناوين ضخمة زي منزل الرعب في بلينفيلد، والناس بقت خايفة تمشي لوحدها في الشارع. بس إد كان قاعد في زنزانته بياكل ويتكلم عادي جدا كأنه مش عامل أي حاجة. وبعد أسابيع من التحقيق، النيابة وجهت له تهمة قتل بيرنس ووردن عمدا، بس الدفاع طلب عرضه على لجنة طبية لتحديد حالته العقلية. وهنا بدأت مرحلة تانية في القصة، مرحلة المحاكمة والجدل الكبير اللي حصل وقتها. هو إد جين مجنون ولا قاتل واعي لازم يتعدم؟ بعد شهور من التحقيق بدأ الرأي العام في أمريكا يغلي، والناس كانت منقسمة لنصين: نص شايف إن إد جين لازم يتعدم فورا، والنص التاني شايف إنه مجنون ومش مسؤول عن أفعاله. المحكمة اتفتحت سنة 1958، وإد دخل القاعة لابس هدوم رمادية بسيطة، وشه عادي جدا، مفيش أي خوف ولا ندم تجاه اللي عمله. والناس كانت متجمعة بره المحكمة بالعشرات، كلهم عايزين يشوفوا الشخص اللي عمل كل ده. الدفاع قدم تقارير الأطباء النفسيين اللي فحصوه، وقالوا إن إد مصاب بفصام ذهاني حاد، وإنه ما كانش مدرك وقت الجرائم اللي بيعملها. بمعنى أصح كان عايش في عالم تاني، بيسمع صوت أمه بيكلمها وبيفتكر إن اللي بيعمله واجب مقدس. القاضي سمع كل الكلام ده وأصدر قراره: إد جين غير مسؤول جنائيا، وبسبب حالته العقلية تم إيداعه لمستشفى الأمراض النفسية، تحديدا مستشفى ولاية ويسكونسن للمجرمين المختلين. لكن الرعب الحقيقي فضل جوه المستشفى. الأطباء اللي كانوا بيعالجوه قالوا كلام يخوف، قالوا إنه كان بيتكلم معاهم بهدوء، بيضحك، بيحكي وبيقول نكت، وكان عادي جدا. بس لما الموضوع يجي عند أمه وشه بيتقلب حرفيا، يبص في الفراغ ويقول: أمي كانت بتفهم الدنيا أكتر من أي حد، كانت بتحميني. السنين عدت والناس نسيت إد جين شوية، بس الصحافة كانت بترجع كل فترة وتفتح ملفه من جديد. كل مرة كانت تطلع صورة جديدة من البيت أو تصريح مرعب من التحقيق، والناس تفتكر الرعب اللي عاشوه وقتها. وفي سنة 1968 عملوا له جلسة تانية للمحاكمة عشان يحددوا إذا كان لسه مجنون ولا اتعالج. المفاجأة إن الأطباء قالوا إنه لسه غير صالح للمحاكمة، يعني هيفضل في المستشفى مدى الحياة. وفعلا عاش هناك أكتر من 30 سنة، هادي مطيع، بيشتغل في أعمال بسيطة وبيرسم وبيزرع الزرع، وكأن اللي عمله في الماضي ما كانش هو. وفي سنة 1984 إد جين اتوفى بسرطان في الجهاز التنفسي عن عمر يناهز 77 سنة، ومات بهدوء زي ما عاش بهدوء ظاهر، بس جواه كان جحيم بيغلي. ودلوقتي هقولك كل تفاصيل اللي فات وتفاصيل المحاكمة اللي حددت مصيره في المصحة العقلية. بعد ما قبضوا على إد جين الدنيا كلها اتقلبت، والشرطة كانت مصدومة من حجم اللي شافته في بيته، والصحافة كانت عاملة حفلة على اسمه، والعالم كله بقى بيتكلم عن سفاح بلينفيلد. لكن أول حاجة الشرطة لاحظتها كانت عن إد اللي مش بيتصرف زي مجرم عادي، كان هادي وعيونه فاضية وبيتكلم من غير أي مشاعر خالص. ولما يسألوه: انت عملت كده ليه؟ كان يرد بمنتهى البرود: ماما كانت عايزة كده. الكلمة دي لوحدها خلت المحققين يعرفوا انهم مش قدام قاتل طبيعي، احنا قدام واحد مريض بعقله. في البداية إد اعترف بكل حاجة بهدوء كأنه بيحكي قصة ملهاش أي علاقة بيه، وقال إنه بعد ما ماتت أمه كان بيحس إنها لسه حواليه، كان بيكلمها ويسمع صوتها جواه بتقوله يعمل كذا وما يعملش كذا. وقال كمان إنه كان بيطلع المقابر عشان يحاول يرجعها للحياة من جديد، لكن لما مقدرش بدأ يصنع منها بديل.
جلود البشر اللي كان بيخيطها ويحطها على نفسه. الناس اللي كانت حاضرة التحقيق قالوا إنهم عمرهم ما شافوا مزيج غريب بين الجنون والبرود زي اللي شافوه في إد. اتعرض إد على لجنة من أطباء الطب النفسي، كلهم أجمعوا إنه بيعاني من اضطرابات عقلية جديدة، انفصام ذهاني، انفصام في الشخصية، هلوسات دينية، ميول جنسية منحرفة بسبب الكبت. وفي نوفمبر سنة 1957 أعلنوا رسميا إن إد جين غير مؤهل للمحاكمة، واتنقل لمصحة عقلية اسمها سنترال ستيت هوسبيتال في ولاية ويسكونسن. وهناك بدأ يعيش حياة مختلفة تماما بعيد عن العالم اللي خاف منه. الغريب إن في المصحة إد كان شخص مسالم جدا، بيساعد الأطباء في الأعمال اليومية وبيقرأ مجلات وبيزرع ورد في الجنينة، لدرجة إن بعض الممرضين قالوا إنهم نسوا إنه قاتل أصلا. لكن في نفس الوقت لما يسألوه عن أمه وشه يتغير فجأة ويبدأ يتكلم عنها بنفس الطريقة القديمة. كانت طاهرة، الناس هم اللي أفسدوها، أنا بس كنت بحاول أصلح الأمور. وفي سنة 1968 بعد ما قضى أكتر من 10 سنين في المصحة قرروا يعملوا له محاكمة رسمية علشان يحددوا مصيره بشكل نهائي وقاطع. اتقدم للمحكمة ووشه نفس الوش البارد، لا ابتسامة لا دمعة ولا أي ندم. القاضي سأله: إد جين، هل قتلت بيرنس ووردن؟ وقال بمنتهى الهدوء: أيوة، لكن ما كنتش أقصد أقتلها، كنت بحاول أرجع أمي. الكلمة دي خلصت كل حاجة. المحكمة أعلنت إنه مذنب لكنه مريض عقليا، وتقرر إنه يفضل محتجز في مستشفى الأمراض العقلية لبقية عمره. مرت السنين وإد جين بقى مجرد أسطورة حقيقية مرعبة، والناس كانت بتيجي تزور المستشفى بس علشان تشوفه. وفي كل مرة كان حد بيقابله فيها بيلاقي قدامه راجل عادي جدا بيتكلم بلطف وابتسامته دايما موجودة، بس في عينه حاجة كانت غريبة جدا، كأنها عقل تاني بيبص من جوه. في 26 يوليو سنة 1984 إد جين اتوفى وهو عنده 77 سنة. مات بهدوء في سريره جوه المصحة، ودفنوه ساعتها في مقابر بلينفيلد، في نفس المقبرة اللي كان بيطلع منها الجثث زمان. بس بعد فترة الناس ابتدت تسرق حتت من قبره كتذكار، لحد ما في الآخر شالوا شاهد القبر خالص عشان يوقفوا الناس دي، والشاهد ده هي اللفتة اللي عليها اسمه. بس كده، الراجل اللي غير مفهوم الرعب في العالم من الأشباح للإنسان نفسه. لو عجبتك الحلقة ياريت تدعمنا بلايك واشتراك عشان تكون جزء من الحدوتة اللي جاية. سلام.